واحد من جماعة البككي قصد قردي قال شو هن كانوا مفكرين انه مشكلتهم مع نظام القزل وسخ، عم طلع في اوسخ منه، اوسخ من النظام البعثي. هو الشعب السوري طلع اوسخ منه، لا قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالامريكا. شوفوا مين عم يحكي، القسديين البككاويين بينسوا جرائم قسد ويطلعوا على مين؟ على الشعب اللي طبعا ما عاجبه وضع قسد البككي في شرق سوريا اللي محتله اراضي سوريه، والغالبيه هي مالكا كرديه على فكره. والخريطه هذه بتبين تواجد الاكراد على الضبط وشو محتلين حاليا، وكلياتهم اصلا كانوا لاجئين. يعني في سوريين صار لهم مئات السنين، وفي جداد اللي اجوا من 70 سنه يعني 80 سنه لاجئين من تركيا ومن ايران ومن شمال العراق. يعني هذول بدهم دوله حاليا، واوروبا عم تدعمهم طبعا، واللي هن مضطهدين الاجانب اللي عندهم. يعني في عنصريه ضد الاجانب الموجودين عندهم، ومعاطين حقوق الاقليات اللي عندهم. حتى في المانيا على فكره المسلم ما عنده حق ولا معترف في دينه. قري. وشو الشعب السوري اوسخ من النظام البعثي، وهو النظام البعثي اصلا هو اللي كان داعم اوجلانهم وعم يدربهم في سوريا وبلبنان. نرجع بنقول وانا بعرف كل تفاصيل البككي من الناس من البككي نفسها، وحكيت عن هالشيء هذا من قبل بعده فيديوهات. لا قريت، بس برجع بقول لكم اياها. ترامب قال بككي قسد اقذر واكثر اجراما من داعش. قريت.